نمو عدد الشركاء الدوليين لبث كأس الأمم الأفريقية بنسبة 50%. شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب زيادة بنسبة 50% في عدد الشركاء الدوليين للبث مقارنة بنسخة 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار، وذلك بحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. كما ارتفعت إجمالي عائدات حقوق البث الإعلامي للبطولة بنسبة 35% في أسواق أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا خلال نسخة المغرب 2025. وفي المملكة المتحدة سجل ارتفاع كبير في عدد المشاهدين، إذ تابع أكثر من 3 ملايين شخص المباراة النهائية وحدها عبر القناة الرابعة. وفي ألمانيا سجلت البطولة أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، حيث بلغ عدد المشاهدين أكثر من 4 ملايين. كما برزت الهند كسوق جديدة للبطولة، إذ جذبت المباراة النهائية